إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. عشنا هذه الأيام ملحمة كأس العالم. هذا الحدث هذا اللي بين واحد المجموعة ديال الحقائق والنقائص اللي عندنا كدولة مغربية وكشعب مغربي. على كل حال كانت النتائج طيبة والحمد لله، وحققنا ما لم نكن نحلم به. أنا أقول أنها حقيقة وليست حلم، وكان من المستحيلات أن يصل المنتخب المغربي لنصف النهاية، وهذا أمر يجب أن نصفق له طويلا لكل مكونات المنتخب المغربي. أول حاجة عندنا شعب رائع، شعب وطني بمعنى الكلمة، وكل دولة وكل حكومة خصها تفتخر بوجود شعب مثل الشعب المغربي. شعب وطني بمعنى الكلمة، شعب يضحي من أجل الوطن بالغالي والنفيس. الناس شدوا الرحال إلى قطر، والناس اللي بقاو في المغرب أو في الوطن يعني عاشوا ملحمة كبيرة من الفرح رغم كل المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي من غلاء في الأسعار وقلة حيلة اليد ومجموعة من النقائص في الخدمات والبنيات التحتية من طرق وماء وصحة إلى آخره. المهم هو أن المسؤولين كادوا أن يهدموا كل ما بناه الشعب المغربي من معنويات ومن قيمة بين الأمم التي والرسائل، من خلال الرسائل التي مرروها بقطر. شعب منضبط، شعب يحب وطنه، شعب كلما تعلق الأمر بمسألة وطنية إلا ووجدنا المغاربة صفا واحدا ينسون كل مشاكلهم المادية والمعنوية ويتجندون من أجل رفع الراية الوطنية. لكن للأسف الشديد بعض المسؤولين لا يرقون إلى قيمة هذا الشعب الأبي المضحي الأمين. لا يرتقون إلى قيمته المعنوية. الحمد لله، حتى من لا يعرف المغرب فقد أصبح يعرفه من خلال كرة القدم. وصلنا للنصف النهائي، ولا أقول كانت الهزيمة، ولكن كانت الفضيحة الكبرى، فضيحة ما يسمونه بالفيفا. وأول تساؤل قد يطرحه الإنسان هو لماذا تواجد ماكرون ولم يتواجد أمير قطر في الملعب؟ إذن نحن نعرف قطر ونعرف دولة قطر ونعرف موقف قطر. إذن الأمير القطري أحس بأن هناك مؤامرة حيكت ضد المنتخب المغربي. أنا لن أدخل في الحيثيات وفي كيف
يعني نفذ هذا الجرم، أنا أعتبره جرم، ولكن يكفينا فخرا أن أعظم وأشهر الدول بدأت تتآمر. وعندما تتآمر الدول والأنظمة ضد شعب ما أو دولة ما، فأعرف أن تلك الدولة أصبحت في القمة وبدأت تهدد مراتبهم كدول عظمى وكبيرة في اللعبة. يكفينا فخرا، قلت، أن يصل منتخبنا وكل التهاني للاعبين وللركراكي ولكل من ساهم في هذا النجاح، وتبا لكل من استغل الحدث لأغراض فردية دنيئة من ربح مادي أو معنوي، فتبا له. وليخسأ الفاسدون الذين حولوا أو أرادوا استغلال هذا الحدث لملء جيوبهم وحساباتهم الشخصية. ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي رأينا مجموعة من الفضائح، رؤساء فرق يبيعون التذاكر بأثمنة خيالية. هناك من باع ب10,000 درهم، وهناك من باع ب5,000 درهم للتيكي الواحدة. أخطاء كبيرة أنا كمواطن مغربي يجب أن يعاقب عليها كل مسؤول. لماذا شدت الرحلات إلى قطر دون توفير أوراق الدخول تيكي؟ ولماذا وزعت تلك أو لتيكي على الناس الذين لا يستحقونها؟ وما دخل بعض الفيروسات الرياضية لتقوم بدور كبير في السوق السوداء لبيع التذاكر؟ والمسؤولية هنا يتحملها رئيس الجامعة. لماذا يجلس رئيس الجامعة في المنصة الشرفية؟ فدوره هناك وفي مباراة النصف النهائية أن يوفر كل الأشياء اللوجستيكية لنجاح المنتخب المغربي في هذه المعركة. نعم، معركة بين الحق والباطل، وبين الرياضة والتكوليس والفساد الرياضي في الجامعة الدولية لكرة القدم. تحياتي للجميع، وهنيئا لنا بهذا المنتخب الذي رفع رأسنا عاليا بين الأمم، فقارعنا فرنسا وكرواتيا وإسبانيا، فهذا يكفينا وهو فخر لنا. تحياتي للجميع.